بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلام الوقتي طبعا أنا متأكدة إن زي كده كتير من المتابعين أو كل متابعين زاهية وكل متابعين شريهان ومعظم متابعين باقي العيلة. طبعا انتوا في حالة ذهول، صح؟ اللي أنا هقوله دلوقتي احنا بنتمنى الأول الصلح، نفسنا والله ويعلم ربنا ويشهد على كلامي، بحلم اشوفكم كلكم وانتم مبسوطين زي ما كانت زاهية بتلمكم، فاكرين؟ زي ما كانت زاهية ام قلب ابيض اللي انتم مصرة يا حلمية دلوقتي برضو توهي زاهية زي بالظبط. لبنى ما طلعت قالت انت كنت فين يما، انت كنت فين يما، انت كنت فين يما، انت كنت فين يا زاهية، انت كنت فين يا زاهية، انت كنت فين يا زاهية. احنا طبعا كلام الوقتي لتوضيح شيء معين، وليكي انت وطارق بالذات فاتت عليكم يا حلميه. هي زاهيه لما تقول روحي لامك يا حلميه، روحي لامك يا، بس انا هوضح ده سببه ايه. روحي لامك يا فلانه يا علان. ايه اللي زعلكم في كده؟ يعني انتوا حاسين باتهام وطالعين يعني تقولوا لزاهيه لا انتوا ما انتوش اشطر مننا، يعني احنا لا هنرد عليك. طيب هي زاهيه يا حلميه اللي انت طالعه بتقولها انت كنت فين يا زاهيه، انت كنت فين يا زاهيه، انت كنت فين يا زاهيه. زاهيه انت ضربتي انت ضربتي وما ضربتيش. مش هنتكلم في اللي فات، وانت طبعا بتلقيه كله على زاهيه وعليهم. وبعدين انتوا وطارق طالعين بتقولوا ان صاحب البيت طلع على الملأ وقال طلع على الملأ وقال لما سمعتم سب امك من الشرشوحه وما ردتش عليها. انت بتقولي ان ما حدش بيسب عندي وان ما سبتش وانت ما شفتيش وما شفتيش وما شفتيش. طيب ما سمعتيش، دي حاجه تانية بقى. زاهيه مش السبب في سب امك ولا شتم امك، ده اللي بيسبوها عشان خاطرك انت. فما تلقيش اللوم على زاهيه وترميها على زاهيه. امك ما بتتسبش بسبب زاهيه، بتتسب بسببكم انتم بسببكم، وعشان بيكرهوا زاهيه وشايفينكم مفيش اي خطوه ايجابيه من ناحيه زاهيه ترد عليهم وتقول لهم اسكتوا بقى وخلاص. وانت بالذات انت السبب في كل اللي بيحصل من يومها اللي قابلتيه على اختك وما سكتتيش حد انت ولا ابنك تسمعهم. على الاقل مش ما بتقرأوش، بتسمعوا. ما سكتتيش الناس، فهم بيشتموا مصطفى عشانك انتي، وعشان ام مصطفى شايفه ان بنتها مفيش ملهاش سبب في اللي بيحصل ده كله، بس انتوا مصرين تغلطوا الام. وهي خارجه النهارده يا حلميه انت وابنك زاهيه تقول تعالى فينا عشان انتوا برضه بتغلطوا زاهيه وعايزه تلقوا اللوم على زاهيه ان هي السبب. وزاهيه طالعه بترد على متابعينك اللي بيتهموها طول الوقت ان هي اللي مخليه امك تقاطعكم، وان هي اللي بتقول لامك ما تروحيش وما تعمليش، ولما طلعت تقول بقى وحش. متابعينك اللي عاملين زي الوسواس الخناس اللي طول الوقت عمالين يذموا في زاهيه وعمالين يقولوا لكم بتعملوا وبتودي وانتوا ماشيين تصرفاتكم وكل اللي بتعملوه بيدل على انتوا ماشيين خطوه بخطوه. ومتابعينك انت نفسك بتقولي حتى وان كانوا متابعينك على خطأ بتقولي لا بدور عند قناه اكل عيش وما لازم ادور ولازم ادور. طب خليكي دوري بقى. وبعدين انت بتقولي لزاهيه انت طالعه تقولي عشان هي انت جت عندك والناس ما بتقولش ايه. طب ما زي نفسها بتقول لكم تعالوا امكم محتاجه تروح هنا شويه وتروح هنا شويه، يعني بتقول لكم خدوها. يعني مش بتقول لكم هي مش هتبقى عندي بس، ولا انت سمعت اللي على مزاجك بس يا حلميه؟ بتقول لكم تعالوا امكم محتاجه هنا شويه وهنا شويه وهنا شويه، محتاجه ان دي تاخدها ودي تاخدها ودي تاخدها. انا اللي بتقول لكم انا اللي بروح اجيبها ومش هي اللي بتجيني، يعني روحوا خدوها. بتسمعي على مزاجك وعايزين تتكلموا على مزاجكم. طالعه ترد على متابعينك اللي ما زالوا ولحد اخر كلام لزاهيه في مع امها داخلين بيقولوا لها انت عملت القرار وانت عملت الفرمان وانت. وقبل كده حماري قلت طب ما طلعتش قالت ليه ان هم ما يجوا البيت، وكانه قالت لكم يا جماعه البيت مش بيت وما مملكوش ماليش عليه حكم. اما اخوكي برضو مش حجه يا حلميه، وهقول لك الدليل انت وابنك. انت كنت في راس البر وبتقولي انا كنت بيني وبينك شارع كده يما وما جاليش قلب وقطعت الاجازه. اجازه ايه؟ ما مش عارفين. طب ايه اللي منعك بقى ان انت تروحي لامك عند زاهيه؟ طب ما هي مش عند مصطفى اهي، يعني كانت في راس البر وجنبك وجنبها شارع. لا ده القلوب سودة، القلوب سودة. واظن حد يخطئني في كده من متابعين الهام اللي بيقولوا كلام ما يرضيش ربنا.
امها كانت جنبها بشارع واحد، وما كانتش في بيت مصطفى، ده كانت في راس البر، كانت في ارض محايده زي ما بنقول. ايه اللي منعك يا حلميه تروحي لامك؟ لو انت امك على دماغك، امك على دماغك، امك على دماغك، ما رحتيش ليه عند زاهيه؟ ولا هي مش مصطفى بقى، وزي ما متابعينك بيعملوا انتوا بتعملي، وانت اللي بتخليهم يعملوا كده؟ لان الحقد والغل على زاهيه. ووقت احنا مش بنقول كلام ما فيش ليها دليل. احنا بنقول يا رب الصلح من الصبح، والحقد والغل كله يروح في داهيه. بس بنكلمك رد على كلامك اهو وبالبرهان. ايه اللي خلاك ما تروحيش لامك عند زاهيه في راس البر، وقطعت الاجازه وما تقطيش، والوقت بتقولها عشان الناس ما تقولش ان هي عندك وعند شريهان؟ لا، زاهيه وشريهان بيقولوا لكم تعالوا خدوها، وبتقول لك انا اللي بروح اجيبها. يعني ما تنتظرش ان امك هتجيلك من نفسها، تقول لكم تعالوا خدوها. يبقى طالعين تغلطوها في ايه؟ وتقولها انت مش عايزه الصلح بقى يا زاهيه؟ زاهيه تبقى اكبر دليل على كده ان اللي بدأ بالصلح وهيتكلم فيه ابن زاهيه يا حلميه. يعني ما كانش يخطر على بالك وعلى بال ابنك اللي خطر على بال محمد وامه، وما جاش الا بالكلام مع عمه وابوه، لان العيال دي عيال متربيه. ابن زاهيه دليل على ان زاهيه قلبها ابيض، وزاهيه بتسعى وما هيش عايزه كده، بس انتوا مصرين تغلطوا الحقيقه. وانا طالعه النهارده بقول لك يا حلميه، زاهيه طلعت تقول في الفيديو واحنا بنتكلم، انا بتكلم انا متابعه لزاهيه، انا يا جماعه مش قناه نقد، وبقول وعيد تاني عشان المتابعين الوسواس اللي بيسموه الوسواس الخناس اللي عند لبنى عمالين يقولوا ويعيدوا ويقولوا ويعيدوا، ويعني يقول حقايق ومن لسانهم، انا برد عليهم بلسانهم. وعليك النهارده وعلى ابنك يا حلميه، انا كمتابعه لزاهيه مش قناه نقد، لكن احنا مش صغيرين ولا الكلام هيعدي كده. انت طالعه تعملي يعني بقى ايه، عبقريه زمانك، وطلعتي سبحان الله نفس ده مش حقيقي، عشان اقول لكم يا جماعه دي مش حقيقتها. لكن والله القرش هو اللي مستعبدهم الاستعباد ده، ولولا الخوف على القرش لكنا شفنا مهازل من دي كل يوم على القنوات. طالعه تقولي لاختك ان هي انت طالعه تقولي يا زاهيه انت عشان خايفه انه يقولوا ان هي جت عندك او عند شريهان، وانت كنت فين يا شريهان؟ لا، شريهان احسن ارجل منكم كلكم، شريهان ارجل منكم كلكم. وزاهيه مش طالعه عشان انت ما تاخديها، ما قالت لك ما تاخديها. يفرح زاهيه جدا ان امها تكون مبسوطه وفرحانه. انتوا فاكرين ايه؟ فاكرين ان خروج الست دي النهارده وقبل كده يوم طلعت برضو بعد عيد ميلاد ولاد شريهان سهل عند ربنا؟ طالعين بس تهاجموا الناس اللي بتقول لكم يا جماعه خافوا ربنا، بتقول لكم يا جماعه اتقوا الله دمكم. وبعدين الابله لونا تقول اللي يدخل في الخصوصيات، خصوصيات ايه؟ انت طلعتها على الملأ. لما هي خصوصيات طلعت ترد على امك على الملأ ليه؟ وبقول لك يا حلميه انت وابنك تاني بطلوا مغالطه وخافوا من ربنا، لان انت الوقت بتقولي لزاهيه ان هي السبب، زاهيه بتقول لكم انا اللي رحت جبتها وتعالوا خدوها، بتقول لكم روحوا لامكم، لان وانتوا متابعينك بيتهموها طول الوقت ان هي اللي بتقول لامها ما تروحيش. تعمل ايه اكتر من كده؟ لما سكتت وما جابتش سيره لمروحكم وجايكم وملهاش دخل في الكلام، وقالت انا ماليش حكم على البيت، طلعوا عليها متابعينك ان هي اللي منعاكم وهي اللي شايلاكم، وانت نفسك بتقولي احنا اتمنعنا عشان كذا كذا، مع ان برضو ده مش مبرر. وانا قلت لك وهقول لك تاني ان انت كان قدامك فرصه تروحي لامك عند زاهيه في راس البر، لكن كبريائكم وشيطانكم اللي ضحك عليكم ومتابعينكم اللي عاملين زي الوسواس اللي عمالين يوسوسوا لكم على طول لما ان شاء الله هيودوكوا في توكر. وزيدي على كده بقى الحاجه نفسها الكبيره تعمل ايه دخلها في اللي بيحصل ده كله؟ ده يضربكم بالشبشب. حتى هي عملت اللي عملته، ما الام ما بتعملش كده، الام ما بتبقاش واحده قبل واحده، الام ما تنويش انك هتخصميها او هتقطعيها، ما تنويش مجرد ان هي هتعاقب عليها. اللي بتعملوه ده والله عقابه عند ربنا شديد. امكم طلعت بدل مره كم مره في الصوره ربنا ما يحبهاش، ليه هتذلل لكم؟ زيد على كده كمان زاهيه غلبت. روحوا لامكم، وانا اللي بروح، وان خدتها عندها يبقى مش عاجبكم وزعلتوا قوي وطالعه محموقه الوقت ازاي ان هي عند زاهيه والناس هتقول ايه؟ لا، طب ما تعملوا زي زاهيه، اعملوا زي زاهيه واللي زاهيه بتعملوا مع امها اعملوا زيها. زاهيه لما خصمت امها ما بقتش طايقه وما بقتش مستحمله، واحنا كنا حاسين بها، وكل متابعين زاهيه بقوا ليل نهار يقولها امك يا زاهيه، امك يا زاهيه، مهما يحصل امك. وما صدقت فرصه جات لها وطلعت تجري على امها وكأن ما حصلش حاجه. انتوا من النهار للوقت وكان قدامكم بدل الفرصه كام فرصه،
انت واخواتك كلكم رحتوا راس البر. رانيا جاتلك ولبنى جاتلك، وكلكم رحتوا راس البر، وكنت جنبكم جنب امكم، وعملت حجتك ايه مش عارفين بقى ايه الحجه ساعتها. كنت بتقولوا ان هي في بيت مصطفى، وان مصطفى قال ما حدش يجي. طب هي كانت بعيد خالص عن ارض مصطفى وعن بيت مصطفى، ما رحتش لامك ليه؟ فدي مش حجه. انتوا هتضحكوا على ربنا؟ يعني انتوا هتضحكوا على ربنا ولا هتضحكوا على مين؟ لا، زاهيه هي اللي بتحن بسرعه وبترجع بسرعه، ويفرح زاهيه ان امها تكون مبسوطه. اللي يبسط الحاج ابو مصطفى هيبسط زاهيه اكيد. والام ما بتقساش على اولادها، بس للاسف انتوا الدنيا واخداكم، والفلوس لهياكم، ومانيش عارفه يعني انتوا الدنيا بتلهيكوا الوقت عن امكم، وبتحججوا بحجج ملهاش اي لازمه. وزي ما قلت لك اهو، اكبر دليل زاهيه لما سكتت متابعينك قالوا ان هي اللي منعاكم، وان هي ما قالتش وما قالتش، لدرجه ان اخوها نفسه طلع قال ما قالتش وما طلعتش قالت ليه. طيب ولما اتكلمت مش عاجبكم كلامها، بتقول لكم هي عندي انا اللي رحت جبتها، روحوا خدوها، وروحي لامك يا حلميه، وروحي لامك يا فلانه ويا علانه. وطلعين برضو ان هي اللي بتقول طب انت عشان خايفه وعشان خايفه ومش عارف. انت نفسك اقرب الناس لما يقول علاقته كده عشان خايفه. الناس مين؟ ناس مين؟ اظن زاهيه واضحه زي الشمس، وربنا اهم حاجه ان هو عارف هي بتعمل ايه، مش الناس. ناس ايه؟ والدليل التاني ان اللي جاي يصالحكم واللي بدأ بالصلح ابن زاهية يا حلمي. يبقى البيت طيب والمنبت طيب، ودي نيتهم، ودي اللي بيسوا عليه، ودليل على ان زاهية نفسها في لمكم كلكم، ومش مرتاحة للخصام وللشجار وللفرقة اللي انتوا فيها. ومش زي ما بتقول يا طارق ان خروجك غير موفق، لا، خروجك كان موفق جدا وبين حقيقتها وحقيقكم. انتوا اللي مفاجأة الظهور اذهلتكم، ونسيتوا ان كلام محمد عن الصلح ينفي. لو انتوا يعني عندكم عقل قلدوها سابقوها. هنا بقى التنافس هيبقى حلو قوي عليه اتنافسوا مع زاهيه في ارضاء امك، اتنافسوا مع زاهيه في سعاده امك. مش هي بتاخدها روحوا خدوها، مش هي بتروح لها روحوا لها. انما ما تطلعوش تقولوا كلام وانتوا ما بتعملوش حاجه. هتضحكوا على مين؟ وبعدين تقولوا كلام وقدامكم كانت الفرصه بدل الفرصه كام فرصه تروحوا لامكم وترضوا ربنا فيها، وفوتوها بحجج ملهاش اصلا. وبعدين زي ما بقول كده تنافسوا بقى. يفرح زاهيه ان انتم ترضوا امكم، يفرح زاهيه ان امها تبقى مبسوطه. يعني لو انتوا عندكم عقل اتسابقوا، شوفوا ايه اللي يرضي امكم. كل اللي تقدر على حاجه تعملها. انتوا حتى قلتوا وضللتوا ومتابعينك ضللهم، ربنا لا يضل ولا ينسى. زاهيه اللي مدت ايدها كم مره، مش انت بتقولي ايدي ممدوده. ايدك ممدوده بالفعل ولا بالكلام؟ احنا بننتظر اهو، ويا رب يا رب الصلح يكون قريب ونشوفكم كلكم وانتم مع بعض. شيء يسعدنا. احنا نفرح لفرح الحاجه مصطفى والفرح زاهيه كمحبين زاهيه، ما بندلهاش على شر. احنا بقول لك بنقول لها امك واخواتك وهي اللي سعت بدل المره كم مره. زي ما قلت ربنا ما بينساش. زاهيه مدت ايدها بالفعل مش بالكلام بدل المره كم مره، لكن ما لقتش منكم استجابه. نكون في الجديد، ويا رب يا رب الاستجابه تكون موجوده من الكل، ونشوفكم كلكم زي ما قلت مع بعض. لكن باكد تاني عليك يا حلميه، زاهيه مش طالعه لا منعت قبل. وبقول لمتابعينك اللي ربنا يهديهم، وسواس خناس متابعينك اللي عمالين يتوزعوا في قنوات اخواتك دول، هنا بوسوسه وهنا بوسوسه. بقول لهم ان زاهيه قبل كده قالت البيت مش بيتي وما قالتش لحد، وطلع هي بتقول لما غلطتها في الاول وغلطتها في الاخر. تعمل ايه زاهيه مش عارفين. وانت اهو انت يحق لهم يعملوا اكتر من كده. انت لما تطلعي تقول لاختك انت خايفه من مين؟ دي امها. حكي لي هتستناكم حضراتكم كده لما تحنوا على امكم عشان هي تروح تجيبها وتسعدها، تبسطها، تغير هنا شويه وتغير هنا شويه وتتابعها وتشوف هي عايزه ايه. يعني هي هتستنى حضراتكم كده لما تردهم وتروحوا لامكم وبعدين تبقى ايه تروح لامها؟ ما تقولوا ولا انتوا حرين. مش عشان الناس بتقول، ما اللي يقول يقول. هي اهم حاجه عند ربنا عملت ايه وبتعمل ايه ورضا امها عليها. لما كانت الاول مش عاجبه والوقت مش عاجبه، وباكد تاني بتقول لكم انا اللي رحت جبت ام. يعني بتقول لكم يعني لولا اني تتفهم برضو غلط، ويمكن تقولوا ان هي مش عايزه امها ومش مستحمله امها رغم كل المشاكل اللي فيها، هتقول لكم تعالوا خدوه. لان اللي يرضي امها هيرضيها، واللي يفرحها واللي يفرح الحاجه مصطفى هيفرح زي نفسها تشوفها في احسن حال. وانت كنت جنب امك يا حلميه وما كنتش عند مصطفى اللي قال لكم ما تجوش وما تعملوه.
انتوا ولبنى وراني وما رحتوش لامكم عند زاهيه، يبقى مش مصطفى. طلعوا اللي فوق لكم بقى ونفضوه، وانتوا داخلين على عهد جديد، يا ريت يكون على نظافه. وبقول لك تاني ان ابن زاهيه اللي جالكوا عشان الصلح دليل على ان زاهيه وجوزها وابنها بيتكلموا في الكلام ده. دي يمكن ما دارش في دماغ حد فيكم. يبقى دي دليل على ايه يا حلميه؟ ده اللي قلت، اللي عايزه ابينه لك يا حلميه. وبقول لك متابعينك وسواس خناس، متابعينك طالعين قالوا لزاهيه قبل كده وبيقولوا لزاهيه دلوقتي، وانت بتاكدي كلامهم اهو. انت خايفه وانت خايفه. لا، ما هيش خايفه يا حلميه، دليل انك بتسمعي متابعينك. ما بتراعيش ربنا هيقول عليا ايه، مش الناس. مش الناس اللي هيقول على زاهيه ما بتراعيش الكلام ده. بتقول اهم حاجه ربنا وامها زي ما ربنا قال. ده كان كلامي يا جماعه. واظن زي ما بقول لكم كده، انتوا ايه يعني في حاله يعني مش عارفه والله، مش عارفه اوصفها. دي ايه يعني؟ توهان. مش عارفه هنقول ايه. خروج حلميه وابنها النهارده شيء يعني بيأكد حاجات وكمان بيبين حاجات. يا رب تكونوا فهمتوني، ويا رب يا حلميه انتوا وابنك يوصل لكم اللي اتقال، لان الحقيقه اللي انا قلتها مش اللي انت بتقوليها. انتوا بتتهموا زاهيه وانتوا متابعينك، وكلامك النهارده بيأكد الكلام ده، وزاهيه طلع عشان الكلام ده، وزاهيه بتقول لكم يا اللي ما بتفهمش افهم. انا بقول لكم امكم انا رحت جبتها اهو، يعني روحوا خدوا امكم وروحوا ابسطوها واسعدوها. امكم مش عايزه حاجه منكم، وبتقول لكم اللي بيطعم امه وبيقولوا كانوا وبيقولوا ان هي طعم الفم تستحي العين. ده كله كلام ما يرضيش ربنا. ده مطلوب وفرض عليك انك تطعم امك الوقت، مطلوب وفرض عليك. فما تخليش الكلام اللي متابعينك بيقولوه هو اللي يمشيك يا حلميه. والكلام اللي انت بتقوليه الوقت ده ما قلتش قبل كده ليه؟ انت طالعه بتقولي انا ما رحتش عشان وعشان وعشان وعشان، ولا جات الاوامر برضو بالخروج؟ مع ان مش زاهيه بس اللي قالت غير كده، وحماده كمان. ان كنا بنرد على حد وبنقول لحد حاجه فمن كلامه، وما بنحبش الحاجه اللي تغضب ربنا مهما يكون لها من ظروف انها تحصل نبعد عنها. فده كان كلام النهارده، وبقول يا رب يصلحكم في اقرب وقت، وتكونوا مع بعض احسن من الاول 1000 مرة، وتكونوا خدتوا درس من كل اللي حصل وعلى اساسه تمشوا بعد كده، ومفيش حد ابدا يوقع بينكم. ده كان كلامي يا جماعة، وكلامي كمان للمتابعين، وبقول لهم يعني اخباركم ايه؟ انتوا حالكم زي حالي كده في الوضع اللي احنا شفناه النهارده ده. طارق وامه طالعين فاكرين الناس هطل وما بتفهمش، وناسيين ان اللي جاي لهم بالصلح من عند اللي هي طالعه بتقول لها انت وانت وانت. يعني ربنا يهديكم ويصلح حالك يا ام مصطفى، وربنا يسعدك بلمتهم حواليكي وهدايتهم، وان هم ما يمشوش ورا الوسواس الخناس اللي عمال يوسوس لهم دول متابعينهم عاملين زي الوسواس الخناس. ربنا يهديهم، لان كلام حلميه النهارده بيدل على ان كلام المتابعين مؤثر فيها، وان كلامها هي مؤثر في المتابعين. وده اللي بيخليهم يطلعوا يشتموا زاهيه يا حلميه، ويشتموا امك عشان امك شايفه ان زاهيه مش غلطان، فبيشتموا امك تبع ان زاهيه مش بسبب زاهيه. لا، ده هم بيشتموا امك بسببك انت واخواتك اللي عاملين حزب على زاهيه. فربنا يهديكم، ونتمنى يا رب نشوفكم انتم متجمعين النهارده قبل بكره في اقرب وقت، وتكونوا خدتوا درس من اللي فات، وما تسمعوش لكلام حد من المتابعين، وتشوفوا اللي يرضي ربنا في امكم بس. مش وما تستنوش لما زاهيه تبعد عشان انتوا تعملوا. لا، وزاهيه مش هتستناكم لما انتوا ترضوا عشان ترضوا امكم. فيا رب يهديكم، وزي ما بقول تشوفوا اللي يرضي ربنا بس، ما تسمعوش كلام حد، وتتعلموا من اللي فات، وتكونوا مع بعض كلكم في اقرب وقت. ويسعدك يا ام مصطفى، ويهديهم لك شيء يسعدنا ان انت تبقى مبسوطه وفرحانه بلمتهم حواليك في اقرب وقت. وان شاء الله يا زاهيه اللي بتعملها هيقعد لك ويقعد لعيالك. ابنك اكبر دليل على نيتكم الطيبه، ان شاء الله ربنا هيكافئكم بيها. وما تسمعيش كلام حد في انهم يقولوا زي ما حلميه بتقول كده انت خايفه ان الناس تقول عليك انت خدت امك عندك، انت عملت جريمه. اوعي تسمعي كلام حد فيهم او كلام متابعين، ولا ترد عليهم ولا كانهم موجودين. ما ده اللي بيعملوه من يوم ما حلميه ظهرت على اليوتيوب لغايه الوقت. فانت اهم حاجه اللي يرضي ربنا في امك اعمليه، وما تسمعيش كلام حد. وربنا يهديهم عشان خاطر الحاجة ام مصطفى، ربنا يصلح حالها ويسعدها يا رب. وربنا يوفقكم جميعا للخير اللي كل الناس بتتمناه.
ونشوفكم قريب جدا وانتوا مع بعض، والحاجة ام مصطفى فرحانة بلمكم، وان شاء الله اجرك عند ربنا كبير يا زاهية. اهم حاجة ربنا هو اللي عالم وعارف انت بتعملي ايه. ربنا يوفقكم للخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.